طيب قبل ما نكمل معانا أيضا أم محمد الإمارات. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا مرحبا كيفك محمد. يا ولدي أحمد، كيف حالك؟ ربنا يبارك في حضرتك يا فندم. كيف يا شيخ سعيد؟ اهلا وسهلا، يا مرحبا. أسأل الله أن يمنع عليكم بالسعادة الدائمة في الدارين، الدنيا والآخرة. نحن وإياك إن شاء الله مستمعين. تسلم. والله أنا فشلت المرة اللي طافت أن أتصل، عاندتني الخطوط، لكن اليوم وفقت بأمر من الله وحمد. الحمد لله على السلامة. الله يسلم عمرك. تصديقا لسلسلة الحلقات الثلاث اللي هذا الثالث أسبوع تقريبا، 5. آفة الأسر أو البيوت حاليا، أسمع لما يحصل خلاف بين الزوج والزوجة تقول لا كرامتي ما أدري شو، هاي الأسلوب الكلمات الطنانة الرنانة في إفساد البيوت. أول شيء أهمس في كل أذن زوجة، أول ما تفضي لزوجك وهو يفضي إليك لازم تفهم إن ما في كرامة. الله عليك، ما في الله شيء عليك فعلا. اسمه صح كرامتي. ما ادري النعرات هذه المدسوسه. الله عليك، جميل فعلا والله فعلا. تلغى الكرامه بين الزوج والزوجه في اول ما يغلق عليهم باب الزوجيه على طول. خلاص ما في شيء اسمه كرامه. تمام. هي كرامتها من كرامته وهو كرامته من كرامته. تمام. اول شيء. ثاني شيء، والله يا شيخ سعيد، يعني انا بحكي عن تجربه، لا زلت اتنفس زوجي حتى بعد ما مات، اتنفسه بدلا من الاكسجين. الله. واعيش على خيره، يعني ما انعم الله علينا من الاموال من خيره. ولدرجه ان انا لما صرت الحاج اول مره اسير بدونه لم استطع، وسويت له حج بدل استشارا انه هو بجواري. الله عليك. يا اخوات، يا زوجات، الحنان، الرفق، الصدق كان يربط على صدري ويقول الله لا يحرمني من هذا الحنان. آمين. كنت أزينه يوم الجمعة عشان يذهب للمسجد. كان أقول له ها اليوم بنتصدق ببدنة، ما تنسى إنك تدعي لي. أول ما يطلع بالسيارة من باب البيت، لسه السيارة عدالي يعني شايفينها، يتصل عليها بالهاتف يقول لي فديتك حبيبتي، تولهت عليك، وحشتيني. هذا من شو؟ من المعاملة، من الصدق، من الحنان. كان نتبارى أنا وياه في فعل الخير. ما أسمع أنه هو سوى من وراي مثلا شيء لله. أنا أقول له يا أنا أنت بدك تسير الجنة وتسيبني. أنا بسم الله ما شاء الله، يعني كلامك ده أنت أوجزتيه في عبارة جميلة جدا. قلت بكلامك يعني أتنفس زوجي حتى بعد وفاته. هذا صحيح يعني الكلمة دي غاية في البلاغة والله. كل زوجة نعم. ما تكوني متنمرة في بيتك. نعم. كوني أنثى حنونة ناعمة الملمس، ما تكوني ند للرجل مهما كان. أعطيه انطباع أنه هو رجل. صحيح. ملك البيت وسيد البيت، يكون لك أطوع من الخاتم اللي في يدك. صحيح. خليكي إنسانة أنثى مؤدبة، ما تتنمري، ما ترفعي عليه صوتك، ما تعنديه كأن الند بالند، هذا غلط. أعطاكي تقولي له شكرا. والله العظيم 3 يا شيخ سعيد، أنا كنت من حبي الزوجي أحيانا وأنا بلبسه النعال كنت أقبل رجله. الله عليك، الله عليك. والله العظيم كنت أقبل قدمه حبا في هذا الرجل الطاهر رحمه الله. فأنا والله يا شيخ لو الحريم التمست أو سلكت طريق الحرمة حرمة والرجل رجل، ليش الإهانات وليش التنمر وليش إن أنتم تعملوا راس قدام الرجال؟ عيشوا حياتكم. والله لو كانت الحريم تمشي بهذا المنهج ما في طلاق، البيوت تعمر بكل سعادة وبخير، وما في صرصرة كلام برا. البيوت أسرار. أنا سعيد جدا يا أم محمد بمداخلتك، وفعلا والله يعني أسعدتينا وعلمتينا.